ياسر حمد، ترافيس موتيابا، مهاب ياسر، سيف جعفر، زياد كمال. ده غير بقى سامسون وابراهيم انضاي وزكريا الوردي. ده غير عمر فرج زي ما كنا كتير يا جدعان. مش انت معكش فلوس، فمعكش هذه الرفاهيه لارتكاب هذا الكم من الاخطاء. ده انت مسكت ورقه الجبر حليت فيها امتحان فرنساوي. انت متخيل؟ ده انت مش بتكتب المساله مثلا وتعوض في الارقام غلط، انت ماشيها مل ودرمل. انت بتعمل اي حاجه في اي حته. فطبيعي لما يحصل فشل، الراجل اللي كان بيدفع كرجل اعمال هيقول لك ما عدتش دافع ليك، ما انت واحد فاشل. فالناس تتخانق. فالمركب يا كابتن حسين اللي ليها كذا ريس ما بتمشيش، بتلف حوالين نفسها. يقول لك المركب لو فيها خرمه مش امانه تلف في المركب. وفجاه الكابتن ممدوح عباس يكتب لك عاملين زي وز حنيه من غير عز. فما مش انا مش عارف اقول والله. وبعدين هو عادش هيصرف. ففجأة نكتشف إن إحنا بننام معانا فلوس، نصحى معناش فلوس. ليه؟ لأن المجلس رجال أعمال، كل واحد ماشي بمزاجه وبالحب. فهم لما اكتشفوا إن إدارة الكورة زي ما حكيت لك عليها، الهيكل بتاع مدير الكورة وتحت اللجان دي كلها، واللجان دي لازم تجيب ناس متخصصين. فأنت دورك كرجل أعمال هيبقى مجرد واحد بيحط فلوس. لا أنا عايز أدير. طب أنت بتعرف تدير؟ ما هو ده يا باشا مش خط إنتاج بدل من اللي عندك. ده نادي كورة، إدارة كورة موضوع. لا أنا هدير عافية. طب عيش بقى بالعافية الكافية. عيش. خلاص باظت باظت. هنعمل إيه دلوقتي؟ رحت خدت قرض ب 250 مليون جنيه. كنت المفروض هتعمل بيه تدفع مستحفى. امبارح بيتقال لي بن شرقي. قلت له بن شرقي ايه وبن تن ايه وشرقي ايه وغرب ايه يا حبيب اخوك؟ شرقي ايه وبحر ايه وقبل ايه؟ مفيش يا اسطى الكلام ده. احنا في لعيبه 6 شهور ما قبضتش، واقفين حال النادي عشان زيزو. عشان والله العظيم 3. اصل في ناس قالت لك ايه ده بن شرقي هياخد 1.5 مليون دولار. ما هو نفس اللي كان زيزو هياخده. وانت هتساوي زيزو ببن شرقي؟ بن شرقي احسن محترف من وجهة نظري في تاريخ الزمالك. وكان